تعال اقول لك ازاي عملت فيديو انترو زي ده للويب سايت بتاعي على شوبيفاي من غير ما اكتب كود برمجي واحد، وانت كمان تقدر تعمله. اول حاجة انا دخلت على موقع كلود اي اي، كتبت له برومت اني عايز اعمل كود. الكود ده عبارة عن ليكويد، هيكون فيديو انترو هيظهر قبل الستور بتاعي لما العميل يجي يفتح الموقع بتاعي. طلع لي الكود ده، خدت الكود وابتديت اجربه، وده هنشوفه مع بعض. وابتديت لو انا عايز اضيف خصائص فيه ارجع تاني لكلود واقول له والله انا عايز اضيف الخصائص دي. في الاخر بعد ما نستقر على الكود ويدينا الشكل النهائي اللي احنا عايزينه، هناخد الكود كوبي وهنروح على الداشبورد بتاعت شوبيفاي. هنيجي عند الثيم بتاعنا، هنلاقي فيه 3 نقط. طبعا لو انت خايف تعمل حاجة غلط اعمل دوبليكيت، لو انت عارف انت بتعمل ايه دوس edit كود. انا بالنسبة لي هدوس edit كود عشان ادخل على الملفات البرمجية بتاعت شوبيفاي. هاجي عند كلمة سيكشن وهعمل نيو فايل، هضغط كليك يمين وهعمل نيو فايل. هسمي الفايل بتاعي فيديو انترو دوت ليكويد. هيفتح معايا فايل فاضي، هعمل بيست للكود اللي انا اخدته من كلود. بعد ما اعمل بيست للكود هدوس سيف. هروح دلوقتي على السيم بتاعي على شوبيفاي اتاكد الملف اتضاف ولا لا. هدوس اد سيكشن وهبحث عن الفايل بتاعي. كده الكود اللي انا حطيته اشتغل، ودي الخصائص اللي فيه. هنا بيقول لي ان انا اقدر احط فيديو هيكون مناسب للعرض على الديسكتوب، وفيديو تاني يكون مناسب يكون بالطول للعرض على الموبايل. وهنا الباك جراوند اوديو لو انا عايز احط ملف موسيقى طبعا برفعه MP3. وباقي الخصائص انتوا بتشوفوها بعدين. نيجي للخطوة اللي بعد كده، وهي اني بروح افتح موقع فلو، هكتب له وصف للفيديو اللي انا عايزه يطلعه لي. كل واحد بقى يكتب بالوصف اللي هو عايزه. انت بقى فاتح براند ملابس، براند برفيوم، كل واحد يكتب البرومت الخاص بيه. في الاخر بعد ما بيطلع الفيديو هبص هلاقيه عليه ووتر مارك. طبعا انا محتاج اشيل الووتر مارك دي. هنفتح جوجل، هنروح في السيرش، هكتب اونلاين فيديو كاتر، هيطلع معايا الويب سايت ده. هعمل ابلود للفيديو بتاعي اللي انا جبته من على فيو 3. بعد ما اعمل ابلود هروح عند ريموف لوجو وهعلم على كلمة فيو، هيظهر معايا مستطيل هعلم بيه على كلمة فيو. وبعد ما اعمل ابلاي اعمل اكسبورت للفيديو. هاجي عند كونتنت اختار فايلز ابلود وهروح اختار الفيديو بتاعي اللي انا حملته. بعد ما ارفع الفيديو هاجي في الجنب على اليمين وهعمل كوبي لللينك بتاع الفيديو. وبعدها هرجع تاني على السيم كاستمايز وهروح اضيف اللينك بتاع الفيديو في الفايل اللي احنا عملناه قبل كده. اهو هنيجي عند تمبلت، نفتح الفايل بتاعنا فيديو انترو ونرمي فيه اللينك بتاع الفيديو. طبعا بعد ما بنخلص بنعمل سيف. تعالى بقى بعد ما خلصنا كل ده نشوف النتيجة النهائية طلعت عاملة ازاي. لو حد عايز لينك الكود اعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنت، هبعت لك لينك الكود عشان تقدر تنزله وما تتعبش نفسك ان انت تروح تعمل كود من اول وجديد.